حبايبي، طلع خبر. طبعا خبر مش مزبوط ابدا. مثل العاده السوشيال ميديا اللي يحب يتحمل، لكن خبر اني انا توفيت وكنت بالمستشفى هذا خبر غير صحيح. احبابي، انا بالف خير الحمد لله وبصحه جيده، نشكر الله. وشكرا لكل محبيني ولكل الفنانين اللي سالوا عني. انا بخير والحمد لله رب العالمين، يا رضا الله ورضا الوالدين. شكرا. حقيقة وفاة الفنان وليد توفيق بعد شائعة الوعكة الصحية، ورده يحسم الجدل بنفسه. تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية شائعة أثارت قلق محبي الفنان اللبناني وليد توفيق، زعمت وفاته بعد تعرضه لوعكة صحية، مما دفع جمهوره إلى التساؤل والبحث عن حقيقة الأمر. وفي أول رد منه على تلك الشائعات، خرج الفنان وليد توفيق عن صمته ونفى ما تم تداوله، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، إذ ظهر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام، وقال فيه: طلع خبر مش مزبوط كالهذا من السوشيال ميديا، إني توفيت وكنت بالمستشفى. أنا بألف خير وبصحة جيدة، شكرا لكل الفنانين اللي سألوا عني، وأنا بخير الحمد لله. حبايبي، طلع خبر. طبعا خبر مش مزبوط ابدا. مثل العاده السوشيال ميديا اللي يحب يتحمل، لكن خبر اني انا توفيت وكنت بالمستشفى هذا خبر غير صحيح. احبابي، انا بالف خير الحمد لله وبصحه جيده، نشكر الله. وشكرا لكل محبيني ولكل الفنانين اللي سالوا عني. انا بخير والحمد لله رب العالمين، يا رضا الله ورضا الوالدين. شكرا. وفي سياق آخر، علق الفنان وليد توفيق على الجدل المثار مؤخرا حول لقب صوت مصر، موضحا أنه لا يؤمن بفكرة التصنيفات في الفن، ومؤكدا أن الساحة الغنائية المصرية تزخر بأصوات متميزة لا تحتاج إلى ألقاب. وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية لقناة المشهد: لا يوجد شيء اسمه صوت مصر، شيرين وأنغام وأمال ماهر من أبرز الأصوات في مصر. الجمهور أحب أغاني أم كلثوم بصوت أمال ماهر، وكذلك جورج وسوف، فهما من الفنانين الذين نجحوا في إيصال تراث أم كلثوم إلى الشباب. وأضاف قائلا: أنا لا أحب التصنيفات، قديما كان ذلك ممكنا لأن عدد المطربين كان قليلا، أما اليوم فكل فنان مميز في لونه. وأمال ماهر تعد من المطربين الأوائل في مصر والوطن العربي.